السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي لعشاق كفتة الرز. تعالوا النهاردة نعمل كفتة الرز بمكون جديد هيخلي الكفتة في حتة تانية خالص. يلا على طول نخش على تفاصيل احلى طبق كفتة رز. بس لو اول مرة بتشوفوني كالعادة، اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير للفيديو. من احلى الاطباق اللي احنا بنحبها كلنا، النهاردة هنضيف لها مكون حلو جدا هيعلي كده من شأنها ويخليها كفتة كده حاجة كده في منتهى الجمال. يلا على طول نخش على المقادير بتاعتنا. معايا كيلو من الرز المصري مغسول غسيل كويس جدا وتصفيه من الميه كويس جدا. وتعالى اقول لكم السر اللي هنضيفه النهارده ايه. هي حبايه البطاطس. ايوه، حبايه البطاطس هتخلي الكفته معاكي حاجه كده وانت بتاكليها صباع الكفته بيقطم معاكي، تطلع معاكي متماسكه، تطلع معاكي هشه. هيديها قوام حلو جدا. وجربوها وهتحكموا بنفسكم. كل الاضافات اللي هنضيفها: ربطه من الكزبره الخضراء، ربطه من الشبت. ما بضيفش بقدونس يا جماعه، وما تكتروش في الخضره عن كده علشان تطلع الكفته اللحمه باينه فيها. تمام. ننزل بقى بحبايتين من البصل متوسطين مش كبار قوي، ولو البصل كبير يبقى كفايه حبايه من البصل. ومعايا كمان قرن فلفل حامي. ومعايا كمان 5 فصوص من الثوم. تمام. وزي ما انتم شايفين البطاطس بتاعتنا هنضيفها حبايه واحده لكل كيلو من الرز. تعالوا بقى نضيف البهارات بتاعتنا. معايا معلقه كبيره من الملح، وكمان معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من بهارات اللحمه، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. ما بنضيفش اكتر من كده. وشمي الريحة وخدي بقى احلى طريقة لكفتة الرز بنفس الطريقة دي يا جماعة. وما تخافيش خالص من حباية البطاطس. عملنا كل الحاجات دي بقى، نروح نوزن لحمتنا عند الجزار ونفرمها. طبعا انا بفرمها عند الجزار لاني ما عنديش مفرمة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طب حتة اللحمة اللي هنفرمها للكفتة من الرقبة، وتكون جمل يا جماعة، او اللحمة عندكم متاحة، بس اهم حاجة تكون نسبة الدهون فيها معدومة. مش عايزين اي دهون فيها خالص يا جماعة. تمام. كفتة الرز ما بتحبش الدهون، يبقى حتة لحمة حمرا كده من الرقبة، سواء جملي او لحمة كندوز من اي مكان. بس اهم حاجه تكون حمرا يا جماعه. زي ما انتم شايفين، عندك مفرمه افرموها في البيت، مفيش اي مشكله. هنبتدي بقى بعد ما نجيبها نسيبها ترتاح شويه، ونبتدي نصبحها زي ما انتم شايفين كده، صوابع مسمسمه ومنمنمه، لان العين بتاكل قبل البق. تمام. دهن الزيت على ايدينا كده، ونبتدي بقى نصبحها زي ما انتم شايفين كده بقى، ونخلص كل الكميه مع بعض زي ما انتم شايفين كده اهوت. بجد حلوه جدا طالعه يا جماعه. لونها حلو، مش مكترين فيها الخضره، طالعه مش ناشفه ولا هي طريه ما تعرفيش تشكليها. يعني المقادير مظبوطة. اللهم بارك. شوية كفتة رز هتاخدوهم بنفس المقادير دي، حاجة كده في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين، يعني نخلص بقى تصبيحها زي ما انتوا شايفين كده. ما تخافوش من حباية البطاطس، بجد هتفرق جدا في طعم الكفتة وكمان التماسك بتاعها. وصباع الكفتة كده تلاقيه بيقطم معاكي حاجة كده. اللهم بارك. جربوها ومش هتندموا ابدا على الطريقة. نخلص بقى كمية تصبيع الكفتة كده، وتعالوا بقى ايه على ما نخلصها بقى كده هو التصبيحة، تعالوا نعمل احلى شوية صلصة. والتسبيكة بتاعت الكفتة معانا. تمام. معايا كده حلة فاضية على النار. ننزل بمعلقة سمنة، وننزل بحباية من البصل صغنونة جدا يا جماعة، ما تكتروش البصل. تمام. حباية كده من البصل مخرطينها كده على ايدينا او معمولة في الكبة زي ما انتوا شايفين. تمام. نشوحها كده هوت لحد ما لونها الذهبي كده، تاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين. ننزل بمعلقة توم، تقريبا كده يا جماعة 4 فصوص توم كبار. تمام. نشم الريحة الحلوة كده هوت. ونروح نازلين بعصير الطماطم اللي انا سلقاه وضرباه في الخلاط ومصفياه من القشر. يعني الطماطم دي مسلوقه يا جماعه، وضربها كده في الخلاط ومصفيها من القشر، بتدي طعم حلو جدا. وبتنزل كل الحموضه بتاعتها وانت بتسلقيها. كل الحاجات اللي انا نزلت بيها: ملح، فلفل اسود، ورشه من الكمون، ورشه صغيره من السكر. نسيبهم بقى يتسبكوا والقوام بتاعهم يتقل وكل الميه اللي فيهم تنشف. ونبتدي بقى نبقى نضيف الكفته بس بعد ما نحمرها مع بعض. معايا زيت كده، اهم حاجه الزيت يكون سخن. وننزل بقى بالكفته معانا نحمرها. واهم حاجه كمان يا جماعه الزيت يكون مغطي الكفته زي ما انتوا شايفين كده، عشان تتحمر كلها في وقت واحد وتاخد لون واحد. تمام. حمري بقى الكفته بتاعتك. مستحيل تشقق منك، مستحيل يا جماعه انك تلاقي فيها اي تشققات. وانتوا هتشوفوا دلوقتي وانا بطلعها من الزيت حاجه كده اللهم بارك، تحفه جدا.
نحمر بقى الكفتة زي ما انتوا شايفين كده معايا. اهم حاجة الزيت بتاعك يسخن كويس علشان ما تاخدش منك اي وقت في التحمير. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، دي مش كفتة، دي بلح، والله العظيم بجد حاجة كده في منتهى الجمال، والسر كله في حباية البطاطس. شفتوا بقى شكلها؟ مفيش صباع يا جماعة مشقق فيها أبدا، ولا يمكن تفك منك أبدا، حاجة كده تحفة جدا. بعد ما خلصنا بقى تحمير كده اهوت، ننزل بقى بالكميه لحد ما بنخلص بقى الكميه اللي احنا عايزينها. وممكن تفرزي بقى الكميه يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، تحمروها تشيلوها محمره، ممكن تشيلوها كده زي ما هي تصبعوها كده وتظبطوها في اطباق وتشيلوها في الفريزر، وايه وتبقى جاهزه على الاكل. وده بقى كميه الكفته اللي انا قالتها يا جماعه، حاجه كده مفيش صباع فيها. بصوا مفرقع منها كل وهشه كده وجميله جدا زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نشوف بقى الصلصه بتاعت الكفته معايا. انا عايزاها بقى تنشف كده وتبقى ما فيهاش نقطة اي مية خالص. نبتدي بقى ننزل بكمية مية سخنة، في الوقت ده ممكن تضيفي مية او لو عندك شوربة لحمة، تمام، هتخليها لك احلى واحلى كمان. ننزل بكمية مية بقى، نخفف الصلصة كده علشان اول ما ننزل بالكفتة تلاقي كده ايه السوائل اللي تستوي فيها وتشرب منها كده وتبقبق معانا وتدينا الصوص الحلو اللي انتوا بتبقوا عارفينه بتاع الكفتة بتاعتنا دي. نظبط بس الملح بتاعنا كده، وننزل بقى بكمية الكفتة ونقول لها عيشي مع نفسك واستوي وبكبكي براحتك خالص. ممكن في الوقت دوت تضيفي بطاطس، بس انا صراحة ما بحبش البطاطس، انا بحبها زي ما هي كده. تعالوا بقى نعمل احلى شويه رز بشعريه على ما الكفته بتاعتنا كده تبقبق وتستوي براحتها. طبعا يوم الكفته ده يا جماعه انا ما بستعمل الزيت، بعمل بيه احلى شويه رز بشعريه، لان الزيت ده بيبقى نازل بقى فيه الحاجات الحلوه بتاعه الكفته، فبيدي الرز يا جماعه طعم حلو جدا. ما تستغربوش بقى اللي انا باخد من الزيت ده واعمل احلى شويه رز، جربوه بجد، هيديكوا احلى شويه رز بقى، منكهين كده بقى نكهه طبيعيه. حمرنا بقى الشعريه زي ما انتم شايفين وخدت اللون ده، نزلنا بقى بالرز بتاعنا مغسول ومتصفي من الميه، هنشوحه تشويحه تمام لحد ما نسمع صوته بيتخانق مع الحله. بعد كده هوت هننزل بقى بالملح ونقلب، وبعد كده ننزل عليه بميه سخنه، اهم حاجه تكون ميه سخنه علشان يسرع من عمليه السوى، وعلشان كالعاده يطلع معاكي الرز مفلفل وحاجه كده في منتهى الجمال. نسيبه بقى يتشرب ميته يا جماعه، وبعد كده نهدي النار ونسيبه يكمل ان هو يستوي بقى عشان يطلع معانا مفلفل وحلو. تمام. الرز معانا بقى استوى كده اهوت، اللهم بارك، طلع كده حاجة تحفة جدا. وخلوا يا جماعة نص كمية الرز شعرية، يعني لو كيلو رز اعملي عليه نص كيلو شعرية، هيطلع حلو جدا وطعمه حلو جدا. ابتدينا بقى نفرغ بقى الرز، جينا بقى لنهاية الفيديو كده بقى، ونشوف أحلى أطباق معانا وأحلى طبق كفتة، بجد حاجة كده اللهم بارك في منتهى الجمال. الكفتة بتاعتنا استوت كده يا جماعة وبقت زي الفل، مش ناقصها أي حاجة. عايزاكم بقى تشوفوا بقى صباع الكفتة طالع ازاي يا جماعة، متماسك ازاي. وكمان لما تدوقوه بقى هيبقى مختلف جدا. وهنا بقول لكم بقى صباع الكفته في الوقت ده بيقطم ازاي وطعمه حلو جدا، واللحمه كمان باينه معاه ومظبوطه، يعني مقدار الكيلو الرز عليه كيلو لحمه يا جماعه، لا تقللوا ولا تزودوا، هتاخدوا نتيجه حلوه جدا. وبكده وصلت نهايه الفيديو ودوشت دماغكم كتير، يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، اتمنى اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.